السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد مع قناتكم إشراقة سعيدة. النهاردة زي ما متعودين دايما بنحب نعمل الوصفات السهلة والبسيطة. وصفة النهاردة برضو كالعادة وسهلة وبسيطة جدا جدا. مش هتاخد منك وقت خالص، ولو عندك عزومة ممكن تعملي الوصفة دي، هتنجز لك وقت كتير جدا، ومن حلاوتها مش هتبطلي تعمليها. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ننساش ندوس لايك وكومنت حلو من قلبكم ليا. ولو اول مره تشوفوا القناه، دي قناه اشراقه سعيده وانا اسمي اسماء. يا ريت نعمل سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد مني. لو عندك وراك فراخ او اي قطع فراخ او صدور فراخ، ايا كان او فرخه، يلا بينا نشوفها عملنا فيها ايه عشان تطلع بالجمال ده. في الاول كده هنجيب في الخلاط بتاعنا المقادير بتاعتنا. عندنا حوالي بصلتين صغيرين مقطعين بالمنظر ده كده، نزلنا بيهم في الخلاط. تمام، اي خلاط او كب عندك كله يمشي. دي طماطمايه مقطعه، وقرنين فلفل مقطعين برضو، وده توم مفروم. تمام، وهننزل بنص علبة زبادي، تمام، او معلقتين كبار من الزبادي. وبعد كده نزلت بصلصة جاهزة، معلقتين صلصة جاهزة كده. تمام، وهنحط حوالي شوية زيت صغيرين كده عليهم. ودي البهارات بتاعتي، طبعا دي بابريكا وبهارات فراخ، فلفل اسود، كمون، كزبرة جافة، وشوية قرفة، وبهارات فراخ. تمام، ونزلنا بيهم في الخلاط بتاعنا. تمام، او اي نوع من البهارات اللي انتي بتحبيه متعودة عليه بتضيفيه، مفيش مشكلة، على حسب البهارات اللي هي متوفرة عندك يعني. تمام، ودي معلقة هريسة او نص معلقة هريسة حارة على حسب ما انتي بتحبي. تمام، دي حاجة نسبية عشان تبقى حارة شوية. ضفنا شوية خل، حوالي معلقتين خل كده. تمام، كل ده بنضيفه في الخلاط على بعضه. ودي حوالي عودين كزبرة كده مقطعهم كده بايدي، حطيتهم برضو كده عليهم. وهنا الخليط بعد ما اتضرب في الخلاط، شايفين بقى بالمنظر ده. هنا جبنا الفراخ بتاعتنا، دول حوالي وركين فراخ. تمام، قطع الورك اتنين، ونزلت نزلت بالخليط كده عليهم. تمام، لحد مشان يتشرب منهم جامد كده. شايفين منظر الخليط جميل ازاي ورهيب وريحته حلوة قوي. وبنقلبه بقى، بنقلب الفراخ فيه كده كويس عشان تتشرب فيه كده، عشان تشربه كويس. تمام، وبعد ما نقلبه كويس جدا ونتأكد ان الفراخ كلها متغطية بيه ومن جوه، وندخله تحت جلد الفراخ كمان بالمعلقة. بنسيبه حوالي ساعة او ساعتين في التلاجة. تمام، او ممكن يتساب يوم في التلاجة، مفيش مشكلة. كل ما يتساب فترة كده بيبقى الطعم احلى واحلى. تمام، بنجيب بقى بعد كده صينية، بنقطع فيها بصلة كده جوليان. تمام، وبنفردها فيها كده. تمام، وضفت جبت برضو حوالي 4 حبات بطاطس صغيرة وقطعتهم كده، وحطيتهم من تحت وحطيت الفراخ فوقيهم. تمام، مفيش اسهل من كده. تمام، والطعم رائع والريحة مش عايزة اقول لكم بجد، وصفة سهلة جدا وحلوة قوي. نزلت بالخليط بتاعي بعد كده على الصينية كلها. ويا اما هنعمل حاجتين، يا اما هندخل الصينية في الفرن وهغطيها بورق الفويل وتحت ورق زبدة، يا اما بسيبها على النار، البوتاجاز على نار هادية خالص. تمام، وبعد كده ادخلها الفرن تتحمر. تمام، انا كده بجيب الرز. تمام، كان مغسول كويس جدا، واخدت شوية منه وبحمرهم كده تحميرة في الزيت او في سمن.
تمام. وبعد كده بعد ما اتحمر نزلت بباقية الرز، تمام، في الحلة، وبيتقلبوا تقليبة كويس مع بعض كده، تمام. ده الرز الحبة وحبة، وضفت المية عليه كده، تمام، وبضيف الملح وفلفل، شوية فلفل اسود، وبغطيه لحد ما يتشرب، وبرجع بقلبه وكده، وبطفي عليه بعد كده. دي خطوات الرز حبة وحبة، تمام. بنرجع بقى للصينية بتاعتنا بعد ما دخلناها الفرن طبعا وطلعت، بقت بالمنظر ده. شايفين الجمال؟ حلوة قوي، والريحة كانت قلب الدنيا. سهلة جدا وبسيطة. خلطة اتعملت يعني في دقايق، وطلعت النتيجة حلوة قوي. ممكن نعمل كمية كبيرة مثلا لو عزومة او كده، تمام. وهنا بعد ما غرفناها كده في طبق التقديم، تمام. شايفينها عاملة ازاي؟ بشكل رائع قوي. وزي ما قلتلكوا يا اما بنسيب الصينية على نار البوتاجاز ونوطي ونهدي عليها النار، تمام، وبعد كده بعد ما تستوي بندخلها الفرن تتحمر، يا اما بنغطيها بورق الفويل، تمام، وندخلها الفرن لمدة ساعة الا ربع كده، تمام. ونطلعها نختبرها، وبعد كده نشيل ورق الفويل وتتحمر في الفرن عادي جدا، تمام. وهنا الشكل النهائي طبعا. ولحم الفراخ كان دايب خالص، تمام. يا رب في النهاية يكون الفيديو عجبكم، وما ننساش ننزل ندوس لايك وكومنت حلو من قلبكم، وسبسكرايب لأول مرة يشوف القناة.